السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مس داليا وفيديو جديد للصف الثالث الابتدائي مادة اللغة العربية. النهاردة هنحل أسئلة كتاب الأضواء على النص المعلوماتي اللغة وسيلة التواصل. عندنا أول سؤال بيقول صل كل صورة بما يناسبها. عندنا أول حاجة أول إيد اللي هي أنت، بعد كده الهاتف، بعد كده دي عمل جيد. هنا هنفكر وهنكتب تمام زي العلامات اللي هو من فقد بصره. بعد كده هنا هنوصل المعاني المناسبة. المترو من أسرع وسائل المواصلات. الوسائل اللي هي طرق. تكاتف الشباب الحي لزراعته وتجميله. تكاتف يعني تعاون. في الطريق رموز كثيرة مفيدة للقيادة. رموز يعني علامات. عندي فستان به رموز رسوم بارزة. بارزة اللي هي ظاهرة. التعليم الفعال هو الذي ينتج أجيالا لا ترفع قدر وطنها. الفعال اللي هو المفيد. هنا عندنا ضع كل مفهوم برضو في مكانه المناسب. نستخدم لغة الإشارة كحركات اليدين وتعبير الوجه وحركات للجسم للصم والبكم. نستخدم طريقة برايل لقراءة الكلمات المكتوبة أي المكفوفين. بعد كده هنا ضع علامة صح أو خطأ. اللغة وسيلة لتبادل الفكر والمشاعر بين الناس. صح. لغة الإشارة هي وسيلة التواصل غير المرئية. غلط. اللغة الوحيدة للتواصل تكون بالصوت. غلط. لا يستطيع من فقد بصره التواصل مع غيره. غلط. طريقة برايل هي لغة التواصل لفاقدي الحركة. غلط. لفاقدي النظر. الدمج والتحليل هنعمله فيديو لوحده. اقرأ ثم أجب. اللغة هي مجموعة من الرموز والإشارات التي تشكل في النهاية إحدى وسائل المعرفة، وترتبط أي لغة في العالم بالتفكير ارتباطا قويا، حيث أن أفكار البشرية يمكن توصيلها دائما عن طريق اللغة. كلمة معناها طرق اللي هي وسائل. كلمة مضادها البداية النهاية. اللغة هي مجموعة من ايه؟ الرموز والإشارات. عايزين بعد كده نستخرج من الفقرة اسم اللغة. حرف من نوعه جر. كلمة بها تنوين قويا، تنوين بالفتح. كلمة تدل على جمع. الإشارات. كلمة بها تاء مربوطة مجموعة. كلمة بها تاء مفتوحة إشارات برضو. كلمة بها حرف مشدد. إن فعل ترتبط. بعد كده نقرا الدرس بتاعنا اكتر من مرة عشان القراية بتاعتنا تتحسن ونكون كويسين في القراية. وبكده يكون انتهى الفيديو بتاعنا النهاردة، وانتظروني فيديوهات تانية كتير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.